انا بوحديتي بنت وسط الاسره ديالي. عندي خوتي الدراري. الاب ديالي نقدر نقول عليه باختصار رجل حقار. الام ديالي واحد السيده اللي درويشه ومغلوب على امرها، فكنت كنحتارمه بزاف. كنت كنخاف منه الا جا وطلع له الدم ولا هذا، كنت كنخاف، ولكن في نفس الوقت كنحتارمه وغير كنزيد ليه بغيتي يا الوالده هادي، بغيتي يا الوالد هادي، يعني كنحاول ما امكن على انني نخدمه. المهم كنت وصلت ديك الساعه 20 سنه. الخطاب اللي جاوني بطريقه تقليديه، السيد ما كنعرفو ما والو، جا هو وامه وواحد جوج خواتاتو. المهم هما فاش هضروا معنا وقالوا لنا بالله راه بغاوني وهادي، يعني فاش جاوني صافي حسيت براسي انني باغياهم وباغا نتزوج به. المهم فاش بقاو كيهضروا قالوا بالله راه غادي نعيش عندهم في الدار. هضر هو وقال لي ولكن راه عندك الخصوصيه ديالك. فانا قال لي ديك الخصوصيه ديالك وهذا كيحسبني عندهم واقيلا شي دار كبيره، حيت الباس اللي لابسه ماما والطريقه بحاش كتهضر زعما بحال راه هما لاباس عليهم. المهم انا اصلا ماشي ماديه، فتخيلت هذا الامر بحال هكا، ولكن ما وقفتش عنده. يعني ماشي بقيت كنسول ولا نبحث ولا ياك ما تكونش عندي الطبقه ياك لا، صافي هكا تخيلتها ودازت الفكره وباغيه. سولوني والديا، قلت لهم بالله اني باغا نتزوج به. ببساطه انا هنايا كبر لي يعني الوالد في عيني، قلت شوف يعني واخا كان قاصح وهذا هو مخليني يعني على خاطري. انا ديك الساعه فاش كنت كنهضر معاه، فاش بدينا كنوجدوا وصافي غادي نتزوج وندير العرس ونمشي لعندهم، كان كيهضر معايا هو وكيقول لي شوفي وانا راني بغيتك هكا. فاش نمشيو لتما تفيقي الصباح بكري، حيت والدي راه كيفيقوا بكري، راه 7 كيكونوا فايقين، انت حاولي تفيقي مع 6 ونص ديال الصباح، بقيت تقدي لهم ديما الفطور باش هكا تكسبيهم. وانا كنضحك بحال شي هبيله وكنقول لي ايه نديرها جايني بحال شي تحدي واقيلا، وتيقتو زعما راه غادي نوض وغادي ندير لهم الفطور وغادي نكسبهم. قال لي غير في اطار الود ويعني معامله حسنه وهكذا غادي يبغيوك وزيد. المهم انا تيقت في كاع داكشي اللي قال لي، وقلت لي صافي داكشي اللي غادي يكون ان شاء الله. تزوجت، درت العرس ومشيت لعندهم الدار. فعلا دارهم كبيره ولكن ماشي داكشي اللي تخيلت. عطاوني بيت فقط، يعني ما كاينش طبقه ولا بيت فقط. المهم فاش عرفت بان راه عندي غير البيت بيناتهم، قلت صافي ماشي مشكل زعما عادي. المهم ما ديت ما جبت، ما كيبان لي بانني تزوجت وغادي نعيش حياه زوينه وورديه وفقط. الصدمه اللي كانت عندي اكثر هو انني انا فاش كنت كنهضر معاه قبل ما كنتش كناخذ من عنده معلومات نبقى نسول فيه، لا كان ديما هو اللي كيسولني. اما باش نسولو نقول له وكيفاش دايرين عايشين في الدار ولا كيفاش، نبقى نسول دوك التفاصيل ابدا. دايره فيها زعما عروسه بريئه، يعني ما كنسولش نهائيا. باغي نتزوج، اللي شافني يقول هذه عندها 40 عام، يعني باغي نتزوج والسلام صافي، ما بغيت حتى شي حاجه. كنمشي كنتصدم بان عنده 7 ديال الخواتات، وعنده خوه واحد صغر منه ب4 سنين، وعاد خواتاتو شي كبر منه شي صغر منه. داكشي اللي قال لي درته. يعني واخا كنشوف 7 ديال الخواتات، وليت كنوض مع 6 الصباح 6 وربع 6 وثلث، نقاد في الفطورات، وكينوض فعلا الشيخ وتنوض العكوزه ويبداو يفطروا، وخواتاتو ناعسات حتى لواحد الوقت، وكيبانوا لكم كل وحده هي كتنوض، هذه ناضت مع 10، هذه ناضت مع 11، هذه ناضت مع 12، وانا راني حاضيه غسيل المواعن، صايبي هذه ديري هذه. بقيت هكا لمده ديال شهرين وانا كنصايب لهم في الفطور صافي. وانا قلت انا غنصبح ناعسه هذا النهار صافي. دازت شهرين الله يجعل البركه، انا ما بقاش نوض كل مره نصايب لهم الفطور بزاف عليا. صافي قلت غادي نعس، هادشي قلتو غير مع راسي. نعست فعلا. راجلي ما كانش ديك الساعه في البيت، كان حيت هو عنده خدمه، مره كتكون عنده في الليل مره في النهار، وداك النهار كانت عنده الخدمه في الليل، وهذيك هي وقيتو فاش كيجي يعني ديك 6 وشي حاجه كيتم داخل الدار باش كيجي كينعس. المهم وانا ناعسه وعواله ما غاديش نوض، كنسمع زديح في الباب ديال البيت. حليت، كتبان ليا عكوزتي واقفه وهي تقول لي شتك ما نمتيش هاد النهار تقدي فطور. انا بكل عفويه قلت لها ايوا خالتي، مادام وقفتي وصلتي لعندي حتى لباب البيت صايبيه راسك عادي، ماشي ضروري نبقى نوض انا يوميا نصايبو، راسي كيحرقني بكثرت ما كنفيق بكري. عرفتو غير هضرت بحال هكا، بدات كتغوت ياك، وهي سمعات الباب تحل، يعني ديك الساعه كان جا راجلي، وبدات كترفع في صوتها. جا هو مالك الوالده، قالت له سمع مرتك اش كتقول. قالت لك سيدي، قلت لها علاش ما قديتيش الفطور، قالت لك سيدي واقفه قدي لراسك. تخيلوا ديك الساعه نقز عليا وشدني من شعري وقال لي واش قلتيها ليها،
وقلت ليه علاش شنو فيها، طلق ليا من شعري، طلق مني، اشنو فيها، على ضروري انا نوض نصايب ليهم، هما خواتاتك غمجبدات، هما نعسات، مالا ما نطالبهم على انهم ينوضوا يصايبوا لها الفطور، وزيد مرا صحيحه في الصحه قادره دير فطورها لراسها. وبدا كينتف فيا وكيضرب فيا. العصا اللي كليت داك النهار راه ما تخيلوهاش، غير ضربني وبكيت حتى شبعت. كنوض كنهز حويجاتي وكنمشي لدارنا. فاش دخلت لدارنا والوالد سولني شنو كاين، وقلت ليه هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين، عرفتوا باش جاوبني الوالد ديالي؟ قال لي عبر عليك. عرفتوا انا بقيت مصدومه وانا كنشوف في الوالد. قال لي كنتي اللي اختاريتيه. ايوا صافي خاصك تقبلي به. قلت له انا اللي اختاريته، ولكن انا ما عارفاش هادشي غادي يدوز عليا. صافي انا اختاريته ولقيتهم ما كيسواوش، خصني نكمل. قال لي خصك تكملي حتى تموتي، غتبقاي معاهم مدى الحياه. قلت له الوالد واش انا؟ قال لي ما تجاوبينيش، تهزي عليا حوايجك ورجعي في حالك لدارك وما تعاوديش تجي لهنايا. وزيدون داك الفم اصلا خصو يتهرس عندك، صايبي فطور ما تصايبيش فطور هذا السبب تاع فيه. رجعي. عرفتو بقيت غير كنشوف. ورجعت كنبكي. تخيلوا معايا الموقف ديالي كيفاش غادي يكون. تخيلوا معايا هما شنو داروا لي، وفاش نتم راجعه كيفاش غتكون المعامله من بعد، واش غادي يديروا لي اعتبار. هرسني الوالد. رجعت فعلا لعندهم مهبطه راسي ودخلت لبيتي. اراكم تشوفوا المعامله كي ولات. وبطبيعه الحال انا ما بقيتش قادره نهضر شنو غنقول، غادي يوكلوني عصا ومن بعد انا كليت العصا فين غنمشي. الوالد ديالي غيقول لهم زيدوها، راه قالها لي، قال لي هاد المره تجي غنصوني عليه نقول له هرس لها راسها. صبرت وبقيت عندهم، وليت نطيب نسيق نجفف نجمع نقابل الضياف والخواتات دايرين رجل فوق رجل وكيأمروا بغيت هادي وديري هادي فقط. دازوا الايام وجاو الايام، حملت وتزاد عندي ولدي الاول، عاوتاني مورا عام كنحمل وتزاد عندي ولدي الثاني. ما كنتش صراحه دايره احتياط، ما كنتش كيشري ليا مانع الحمل، وانا في عمري 24 سنه عندي 2 وليدات. فبقيت هكاك على ديك التماره وداك الشغل. تخيلوا معايا وصلوني لواحد الدرجه راه صافي انا وليت بحال شي جرتيله، ما بقيتش كنحمل فيهم الشعره، ولكن بزز مني خصني نخدمهم ونسكت وما نقول حتى كلمه. تخيلوا معايا ما تحملش ولادها. انا وصلوني لديك الدرجه، انا وصلوني لانني نكره ولادي. غتقولوا لي كيفاش كرهتي ولادك وعلاش، وما كاينش شي سبب علاش تكرهيهم. تخيلوا معايا ولادي كيشدوهم وكيقولوا لهم سيروا دفلوا على ماماكم، دفلوا يلا دفلوا، وكيجيو يديروا لي الدف ويدفلوا عليا، وانا ما قادراش نتحرك، ما قادره ندير حتى شي حاجه. علموهم على انهم يكرهوني، يجيو يدفلوا عليا. وليداتي كيكبروا على هذا التصرف هذا. دازت المده، واحد النهار ولدي الصغير جا ويدفل عليا، شديته وانا نجمع معاه بواحد التصرفيقه. عرفتي كنت صافي جاهره عليهم. وبداو كيغوتوا جيت شوف ضربتك الوالد، دارت لك فعلات ودارت. هلك نعسه كيعطيني الركالي وقال لي تعاودي تقيسي الولد نتفاهم معك. تخيلوا ولادي عاشوا هذا الشيء وكيشوفوه. ندفل عليك وإلا ضربتيني يجي بابا يعطيك قتله العصا، وبقاو يتفرجوا فيك كتاكلي العصا حيت ضربتيهم. كيفاش غتكون نفسيتي في نظركم؟ وليت حالتي لا لباس مقاد ولا بشرة كتجيب الراحه، بشرتي كانت شاحبه جدا. كانت فاش كتجيني الفرصه ديال انني نمشي نزور والديا، حيت بطبيعه الحال كنزورهم مره في شحال، فاش كتجيني الفرصه ما كنبغيش نفوتها، كنبقى نطلب ونرغب في الوالد، كنقول له عافاك طلقني منه، عافاك راني كناكل العصا الوالد، راني كنصبح بالعصا وكنمسي بالعصا، وهذا الشيء كامل ضربه تماره. عافاك الوالد راه اش كيديروا له واش كيديروا لي. عرفتو كيدور فيا وكيقول لي اخر مره تجبدي معايا هذا الموضوع، والله وتعاودي تجبدي معايا هذا الموضوع، حتى هاد المجيه اللي كتجي مره في شهور ما تعاوديش تجيها. كنسد فمي ونسكت وكنرجع عاوتاني اللاصه والاهانات والحقره والظلم. كيدوزوا الايام، خوه ديال راجلي اللي هو لوسي بغى يتزوج. كنت كنسمعهم كيوجدوا غادي يمشيو يخطبوها الى اخره. مشاو فعلا، هما فاش مشاو يخطبوها كان وقعت واحد المشكل. مشاو كيهضروا معاها قبل ما يمشي هو، حيت صراحه هو اللي كيعرفها وهو اللي صافتهم لعند عائلتها، يعني باش يتعرفوا عليها ويشوفوا العائله ويهضروا بيناتهم، وعاد ديك الساعه المره الثانيه يمشي هو معاهم.
فساق الخبار بانهم فاش مشاو هما بوحديتهم بداو كيقولوا ليها بزز منك وضروري غتعيشي معنا في الدار وغادي تجلسي معانا وكل شيء غيكون مشروك وغادي تقابلي الشيخ والعجوزه. ويعني فهمتوا داكشي اللي كانوا كيقولوا لي قالوه لها. فهو فاش ساق الخبار جا حيح عليهم. كنت انا حاضره فاش جا حيح جالسين علينا ما بينا وقيله قالت له في التليفون حتى جا وبدا كيغوت. مشيتو قلتوا ليها هذا اش كيحسب لراسكم واش حسابكم انا هو خويا؟ واش حسابكم انا غادي نتزوج المراه وغادي نجيبها لكم هنا تحرطوا عليها؟ واش كيحسابكم غادي نرد مرتي انا بحال مرات خويا اللي الا قالت شي كلمه يتهرس ليها فمها اللي حتى ولادها ضدها ويجيو يدفلوا عليها وما يخليو ما يديروا لها؟ واش كيحسابكم انا غنشوف هادشي كامل في مرتي ونبقى ساكت؟ كيحسابكم واقيلا انا هو خويا الكبير غنجيب لكم تراسه هنا في الدار خدامه تخدم عليكم كاملين اقسم بالله العلي العظيم وتعاودوا تجبدوا هذا الموضوع الخطيبه ديالي واللي غتكون مراتي مستقبلا راه والله حتى نطيح عليكم هاد الدار. ونزيد نقول لكم غادي نتزوجها بزز على نيفكم وغادي نكري ليها وفاش نبغيو نجيو بزز منكم تهضروا معاها مزيان وتحترموها والله حتى نطيح لكم كرامتكم كلكم من احسن زاد قدامها نغسل بكم الارض. تخيلوا انا بقيت مصدومه كنشوف ضرني قلبي حيت عطى المثال بيا وبدا كيقول انا ماشي حمار نرد مرتي جرتيله بحال مرات خويا. عرفتوا هاد الكلمه جرحتني بزاف فعلا انا جرتيله. درني خاطري من جوج جوايه من كلامه حيت هاني بهدرته وبنت بانني جفاف فعلا وضرني قلبي من جهه راجلي اللي ما دايرش بحال خوه اللي ما شداتوش النفس عليا. كنشوف كيفاش هاد خوه كيفاش كيدافع على خطيبته مازال حتى ما ولات مرته اما فاش تولي مرته علم الله كيفاش غادي يدافع عليها. على هما هضروا ولا تكلموا نط انا لبيتي وبكيت هذاك النهار حتى غردت. عرفتوا عينيا تنفخوا بالبكا. فعلا داكشي اللي كان تزوج بها داروا العرس وكرا ليها الدار بوحديتها وكانت مره كتجي هكا غير زياره خفيفه وكتمشي. عرفتوا فاش كتكون جايه والطيران في الدار نوضي سيري دغري سيروا شريو الحلوه باتيسري سيروا ديروا هادي دغيا نوضي انتي صايبي مرات خونا جايه هادي بحال هكا. تخيلوا في الاول كانوا كيقولوا لها خصكي تسكني معانا وتخدمينا باش تعرفوا بان العز كيدار للمراه عن طريق الراجل. ودابا ولاو سربي وراه مرات خونا جايه شريو الحلوه كيخسروا الفلوس داك النهار باش يحطوا ليها واحد كاسكروت اللي يكون لها يعني يكون لهم الشرف انها تاكل معاهم داك كاسكروت. هادشي كامل صافي ولفتو انا وليت بدون احساس. حتى لواحد النهار جات نيت زياره سالينا حنا كاسكروت بقينا هكا جالسين بقات هكا كتجمع انا ما كنهضرش انا صافي انا الا هضرت فمي يتهرس وهي تشوف فيا وهي تقول لي علاش ما كتجمعيش وبقيت غير كنشوف ما عرفت ما نقول ليها. شويه تقول لي اجي حدايا ونجمعوا شويه. نطقات واحد لوستي الصغيره وهي تقول لها يا ويلها خليها بعيده عليك غتشمي فيها غير واحد الثومه والبصله غادي تقلبك. دارت لعندها زينب وهي تقول لها حشمي شويه واحترميها حشومه تقولي بحال هكذا مرت خوك خصك تحترميها. نط وجلست حداها وهي تقول لي علاش ما كتجمعيش؟ قلت لها هكاك وصافي. عرفتي وكندور وكنشوف الويساتي كيشوفوا فيا وكيحنزوا لانني عارفه شنو تابعني من بعد. مادام عملتني معامله زوينه راه غيكرهوني وغيزيدوا يحقروا عليا. قالت لي ها انت شوفي علاش ما تجيش عندي نهار الخميس عندي للدار اجي مرحبا بك. نبقات واحد لوستي وهي تقول لها يا اختي انا اللي خصني نجي لعندك عزيز عليا الجماعه. قالت لها لا اختي خليك في حالك انا التقار عزيز عليا. بقاو غير كيدوروا في عينيهم. انا فهمت شنو بغاو يعني علاش بغاو يقصدوا يعني بديك الشوفات ديال عينيهم زعما التقار وبغا يعني هلا تجي عندك. انا براسي بقيت غير معجبه وكنشوف كنقول شو سبحان الله شو قادره تدور فيهم بحال هكا ما يقدروش نهائيا يقولوا شي حاجه. علاش؟ حيت مرات خوهم اللي غيطيح عليهم الدار الا ادوها ولو شعره. تخيلوا مشات هذاك النهار وجا راجلي وقلت ليه راه قالت لي مرات خوك نجي عندها نهار الخميس. قال لي الخميس امتى؟ قلت ليه ما عرفتش. قالت لي دوزي عندي في العشيه وصافي. قال لي صافي انا نوصلك. تخيلوا معايا ما قدرش يقول لي لا كون قلت له نمشي لدارنا يقول لي سيري تجلسي سيري تكمشي ويهضر معايا بشي اسلوب ماشي حتى تما. دابا حيت مرات خوه عندها القيمه وداير ليها راجلها القيمه واو الشرف عنده الشرف انها قالت لمرتو نمشي عندها العشيه فقال لي انا نوصلك.
اللي كان. وصل الخميس ووصلنا عندها، دخلت عندها بواحد جلابه مجرتله عندي، واحد الحاله، رحبت بيا، كبرات بيا بالمزيان، وبدات كتهضر معايا وقالت لي شوفي والله ثم والله الا هضره لي غادي نقول لك راه غير حيت شدتني الحرقه عليك، وحيت اعتبرتك اكثر من اختي ولا اعتبرتك نفسي، وغادي نعطيك هاد النصيحه. بقيت انا كنشوف فيها، قالت لي شوفي علاش ساكته على هاد الظلم؟ علاش كيحقروك وكيجفوا بك الارض وانتي ساكته؟ علاش؟ كرامتك هي الاولى، ما تخلي حتى شي واحد يجفف بك الارض. راه ماشي غير الا ما كان عندك فلوس ولا ما عندك هذا صافي نخلي بنادم يغسلني ويخليني بحال شي جفاف. عرفتوا هي هضرت هكا وانا انفجرت بالبكا. اكتشفت بانني كنت محتاجه لهاد الجلسه نكون بعيده عليهم. بكي 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 وشدتني مسكينه عندها وكتقول لي غير خرجي داكشي اللي عندك. بكي قالت لي انا راه درني قلبي عليك، وداكشي اللي قلت لك اجي غير باش نفيقك واحد شويه. قالت لي علاش مخلياهم دايرين فيك هادشي كامل؟ انا كنجي غير شويه وكنشوف العجب، وعاد راجلي راه عاود ليا العجب داكشي كيدوزو عليك. علاش اختي ساكته بحال هكا؟ علاش؟ المهم بقات كتعطيني في الميساجات، قلت لها راه با اللي ما داير ليش العز، با هو اللي كيقول لي الا رجعتي غادي نهرس لك فماك وندير لك ونفعل لك، ولا رجعتي راه غنقول لهم زيدوها. قالت لي شوفي نقول لك ما تسناي لا باك ولا راجلك يعتقوك، عتقي راسك براسك، ما تبقيش تلومي الناس الاخرين يعتقوك حيت هما ما عايشينش داكشي اللي عايشه انت عايشه الحقره وعايشه هاد الظلم. عتقي راسك براسك، قولي واش انا نستاهل هاد النتيف وهاد الركالي اللي كيضربوني بها ونستاهل هاد الكره ديال ولادي ليا ويجيو يدفلوا عليا كل دقيقه؟ واش انا نستاهل هاد الشيء؟ عرفتوا فيقاتني مزيان. هي صراحه ما عطاتنيش الحل، زعما قالت لي اش ديري واش ديري، ولكن يعني قالت لي هضري على حقك وما تسكتيش. غير مشيت من عندها بعدا، مشيت مرتاحه نفسيا، خويت داكشي اللي عندي وبكيت وقلت كل شيء. وفي نفس الوقت قلت من اليوم ما نقبل على راسي حقره، ما نقبل حتى شي واحد يظلمني. رجعت ما حاولتش نبين، خليت حتى داز واحد الاسبوع بداو كيجوني شي خطط عبيطه، المهم شي خطط هكا قال لي راسي ديريهم وصافي غير عفويا. وليت مره نطيب لهم الماكله مالحه فايت القياس، مره نطيب لهم الماكله حاره فايت القياس، مره نديرها مسلوسه، مره نديرها دباسل، مره نديرها حلوه. وليت غير كنخربق لهم في الماكله، المهم كننتقم باي طريقه هكاك كيبان لي انه انتقام. سبوا حتى تشبعوا شويه وهي طاح لي واحد الفكره في راسي، وقلت هي اللي غادي نطبق. انا عييت، انا باغا نهرب، انا ما بقيتش قادره. والمشكله هما راه ماشي قضيه بغيتي تهربي، راه غادي تحلي الباب وتهربي ويحصلوك وما يخليوكش تخرجي. هذا هو المشكل. كيقول لي والله لا طلقك، زعما راجلي ما غاديش يطلقك. يعني انا خدامه عندهم بحال شي عبده، يعني صافي شراوني، راه ابدا واش غتمشي شي قنت تبقاي تخدمي علينا حتى تموتي. الخطه اللي درت هي انني دخلت للطواليت وجاتني البالي هكاك، غوت واحد غوته في الطواليت وحليت الباب ديالها وخليت الضو مشعول وهربت هربه وحده حتى لبيتي وسديت عليا. هما بقاو مصدومين ما عرفوا باش تبلاو، كيقولوا اويلي هادي مالها. وحيت شافوني خرجت من الطواليت هكاك هاربه قالوا واقيلا شي حاجه كاينه ما نعرف. المهم ما تبعونيش للبيت. لا غدا خرجت من البيت ومشيت لعند ولدي ومخطو عرفتني مخطو بالمزيان، وكندير واحد الضحكه عجيبه. بقاو غير مصدومين وكيشوفوا، وبديت عليهم بالسبان الفعله الترقه. تخيلوا كرامه مشات اللهم نكمل عليها وندير راسي حمقى وهبيله ونقطع الوراق. جا راجلي حضر وهما حسيت بهم بانه بحال تخلعوا، بحال بداو فهموا بان راه هادي راه التشيرات فاش دخلت للطواليت. بداو كيقولوا لراجلي دخلها سد عليها في البيت تنشوفوا الحل. وبديت انا الفعله التركه، هو شادني وجارني وكنقول لي الفعل الترك دخلني للبيت وسد عليا. وبديت كنزدح في داك الباب بيديا وبرجليا وكندير ضحكه شريره ونعاود نزدح بيديا وبرجليا. بقيت كنسمعهم كيهضروا، كتقول لهم والو جيب الفقيه يقرا عليها. انا هادشي كامل مستوعبه وكنسمعوا. بديت كنقول مع راسي وعباد الله، ودرت راسي حمقى غير باش يحلوا لي الباب ويخلوني نخرج. هما كاع عاد باغيين يجيبوا لي الفقيه باش يعالجني باش نكمل وقيله التومير. بدات تقول لهم واش حنا غنبقاو هكا، حيت كيقول لها لا ما كاينلاش نجيبوه، راه تكون ما عرف دابا ترجع لعقلها. كتقول لهم انا ما غاديش نبقى بحال هكذا، جيب لها الفقيه خصها تعالج دغيا. فعلا جاب لي الفقيه. كانت عندي واحد القرعه د الماء ديما كندخلها لبيتي. عرفتهم غادي يحلوا عليا الباب حيت سمعتو جا دخلوه للدار. قلت والله حتى نرشو مع الحله كيحل الباب، كنحل ديك القرعه وكندير شراخ الفقيه لوجهه. عرفتي راجلي خوت وهرب.
وبدا كنسمعو كيقول الفقيه ياك لاباس وكيقول لمو عندك تكون دايره شي حاجه في داك الماء. دابا قال لك ما دايره شي سم، دايره الماء القاطع، ما عرف شنو جاب ليه بالو. الفقيه ما مشاش بحال واخا فزق، ما فهمتش علاش ما بغاش يمشي. بدا يقرا عليا وكندير راسي بحال شي هبيله. قرا حتى سالا ومشى، وبقيت هكا كندير راسي حمقى، كنضحك دوك الضحكات. عرفتوا لدرجه انا تخلعت من راسي، والله تخفت من راسي حيت مشعكه وحالتي حاله وكندير داك الضحكات. وليت كنحس براسي واقيلا غنرجع حمقى ديال بصح. ولكن اللي عجبني وفرحني هو خرج داكشي اللي في قلبي كله. دزت عليهم بالسميات، اللوسات كاملين، اللوسه اللي ما كتسواش، اللي كدير، اللي كتفعل، العكوزه، الشارفه، هادي، يعني دزت عليهم كاملين، عايرتهم. عاد حسيت براسي ارتحيت، حسيت براسي انني قادره نعايرهم كاملين حتى واحد ما يقدر يقرب ليا. ديك الساعه فاش شفت راسي صافي غنبقى محبوسه، قلت هادو راه ما غاديش يطلقوا لي، هادو ما عرفش شنو دايرين في راسهم، غيخليوني هنايا تنتسطى ديال بصح. كنصوني على خويا، واول مره في حياتي نصوني عليه. ما عمرني دخلت في هاد المعمعه، ولكن انا عارفه خوتي سايقين الخبار، قايل ليهم با وقايله ليهم الوالده، حتى واحد فيهم ما تدخل. صونيت على واحد من خوتي مزوج وقلت ليه شوف اخويا، الى الحماق هو اللي درت دابا، هو اخر فرصه بقالي مع هاد الناس. راني دابا دايره راسي حمقى ودايره راسي مسطيه باش يطلقوا لي نخرج، غير يطلقوا لي انا بغيت صافي نهرب من عندهم. وبديت كنبكي. قال لي شوفي انا غادي نجيك دابا وخرجي، وإلا حبسك شي واحد ولا هذا صوني عليا، انا غادي نفرع الباب باش يخليوك تخرجي. ما توقعتش، انا قلت غادي غير نبرد غدا يدي ونقول ليه قبل ما نتسطى ديال بصح. ما توقعتش غادي يجي باش يديني، والله ما توقعتها. كون كيحسبني هكا كون درتها شحال هادي. فعلا اتصل عليا خويا وقال لي انا حدا الباب. لبست جلابتي وسترت شعري، لبست فولاري، جمعت شي حويجات عندي اساسيين في صاكي وتميت خارجه. كان تما ديك الساعه راجلي، ولكن قلت ضروري نخرج فيهم شي خرجانيت. كنمشي مثلا للطواليت ونجي، كندير راسي بحال شي حمقى، كنحرك في راسي وانا راجعه من الطواليت لبيتي. صراحه هذه الحاجه الوحيده اللي ما قدرتش نطبقها، هي انني ندير في حوايجي، فما قدرتش، يعني كنت كنمشي للطواليت ونجي، يعني حمقى مأدبه. المهم فاش خرجت كيوقف راجلي كيشوفني بانني لابسه حويجاتي، يعني رجعت لعقلي، ما بقيتش هكا مشعكه، وهز صاكي. قال لي فين بالسلامه، غير قال ديك فين بالسلامه. كتجي توقف مو، وقفات، وجاو شي خواتاتو وقفوا كيشوفوا شنو، حيت غير حاضيني. قلت لي فين غدا في حالي. قال لي كيفاش غدا في حالك، هي رجع لك عقلك دابا. قلت له بحال علمك الله. نقزت العكوزه وهي تقول لي واش شوف لك اللي دايرها بالعاني، دابا كتهضر مقاده وانا نهضر. قلت لهم اقسم بالله العلي العظيم وتمنعوني نخرج وما تخليونيش نخرج، حتى نبقى هنا تنحرق لكم هاد الدار، وحتى الا تحرقت انا ما عنديش مشكل، المهم نموتوا كاملين. ما ندير لكمش سم الفيران، انا الفيران شخصيا غنطيبهم لكم في ماكلتكم وتاكلوهم، واخا نعرف نموت معاكم ما عنديش اشكال. عرفتوا انا كنهدد وكنشوفهم بحال خايفين، شايفه في عينيهم الرعب، كيهضروا وخايفين واخدين الحذر. نطق ديك الساعه راجلي قال لي ايه سيري يلا بغيتي تمشي سيري، ولكن ولادك ما تديهمش. درت لعنده قلت له اوه لا عافاك عطيني ولادي، ما نقدرش نعيش بلا بهم. واش كيحسابك بانني كنبغي ولادي؟ واش فراسك بانني انا هي اول ام تكره ولادها بسببكم؟ خليهم عندك، شويه قالك انا بغيتهم وعطوني باتساع، وانا نتم خارجه شويه وانا نرجع. قلت له شوف نقول لك، والله ما تصيفط له ورقه طلاقي هاد السيمانه حتى هاد الدار غتحرق واخا انا ما ساكنش فيها. انا عارفه امتى كتجي انت من الخدمه، وعارفاكم امتى كتنعسوا، وعارفه امتى كتفيقوا، والله حتى نخلي هاد الدار كتحرق طوبه بطوبه. هاد السيمانه تكون عندي ورقه طلاقي. عرفتو والله ما تململ شي واحد ولا هضر شي واحد. وخرجت كنلقى فعلا خويا كيهزني وكيديني لدارنا. دخلت بداك الصاك، داخل معايا خويا، كنلقاو الوالد ستاج رقم 2. دوزت المرحله الاولى، المرحله الثانيه د الوالد، لا جايبه ساكك ولاش جايه. قلت له الوالد بركه عافاك انا راني عييت. بدا كيهضر خويا وشرح ليه وقال لي راه دارت راسها حمقى، وهذا راه وصلت لواحد الدرجه. قال لي واش حماقيتي، كيفاش ديري راسك حمقى، وعلاش ديري هاد الشيء؟ قلت له الوالد رحمني راني عييت، كنت ديما كنجي وكنطلبك ونبكي عليك وكنقول لك هذوك الناس راه كيأذيوني، ديما كنجي وكنوريك الزروقيه اللي في جسمي وكنقول لك راه كناكل عصا صباح وعشيه، ولكن ما رحمتينيش. انا غنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك حتى انت، لان انت ماشي اب وما تصلحش تكون اب.
كناكل في لاصه وكتقول لي عبروا عليك. عرفتو ديك الساعه ويجعر، عبر عليك اللي طلقاك وانتي راه مصديه وانا غادي نشدك نقتلك وانا غندير لك. هربت، خرجت للزنقه وبقيت واقفه حتى جا عندي خويا قال لي علاش تقولي ديك الهضره. والله ما نكذب عليكم، عييت. قررت على انني نواجه الاعداء ديالي. لقيت ان من بين الاعداء ديالي هو الاب ديالي. شغندير؟ حتى هو انفجرت عليه. واش هو كيقول لي عبروا عليك وإلا جيتي لعندي نقول لهم يزيدوك؟ واش هذا اب؟ عييت. هزني خويا ديك الساعه وداني لدارو عند مراته وولادو، حيت ما لقى فين يديني. بقيت جالسه عندهم كنشوف شنو خصني ندير. كان باغيني زعما يحطني في ضربه ماشي يجيبني عنده. حسيت بيه. كيدوز واحد الايام وانا غير كنخمم وكنفكر وكنقول خاصني نخدم. حتى كيجي خويا قال لي شوفي انا راني جبت لك عريس. دابا انتي الوالد انا هضرت معاه مرارا وتكرارا كيقول لي انا ما عنديش شي بنت، وإلا شتا كدور حدا الدار غنقتلها. فدرت المستحيل، ولكن كيبان لي بان الوالد مغدد عليك، يعني مستحيل انك ترجعي لعنده. اللي كيبان لي حل هو انك تزوجي. السيد اللي غتزوجي به بلا ما ديري السبه ولا تقولي غيضربك ولا ما عنده، ما يضربك، ما يدير لك، ما يفعل لك. السيد شاد تيقارو داخل سوق راسو. قلت له ايه شكون هذا؟ مزوج ما مزوج؟ قال لي شوفي باش نجيك نيشان، السيد عنده 72 عام متقاعد. عرفتو انا ديك الساعه حليت فمي وبقيت غير كنشوف. قلت ليه ياك اخويا جيب لي عريس عنده 72 عام، انا مازال ما خرجتش من العشرينات. وقال لي واش دابا انت كتشرطي وانت دابا بغيتي غير تعيشي هانيه؟ انت سمعتها من فمك بغيتي تعيشي هانيه، وهذا السيد راه حتى هو باغي يعيش غير هاني. عرفتو ما عجبنيش الحال، ما رضيتش. 72 عام ندفن راسي حيه وصافي. قلت لي انا ما نقدرش نقبل، هو بقى عليا خصك تقبلي. بديت كنفكر وقلت انا ضروري خصني نلقى الحل راسي ونخرج من هنايا. خرجت لي الورقه ديال طلاقي وبقى تابعني خويا. شوفي تسالي العده تزوجي به، تسالي العده تزوجي به. انا صراحه تصدمت في خويا، قلت صافي راه وقف معايا وما غاديش يلوحني، حتى بغى يلوحني لهاد الشرف. العده مازال ما سالات، ولكن كنخمم على انني نخرج نخدم ونكري شي بيت ولا نشوف شنو ندير. المشكل اللي عندي هو انني خايفه من الذئاب البشريه، يعني الا كريت بوحديتي راكم عارفين مرا كاريه بوحديتي يقدروا يطمعوا فيا. فما بقيتش عارفه الحل راسي، واش فعلا نتزوج راجل عنده 72 عام اولا نلوح راسي للزنقه وندور نقلب على خدمه ونكري شي بيت لراسي. ولكن نتمنى من الله عز وجل انه يعوضني خير. على الاقل خرجت راسي من واحد العائله اللي كانوا راديني جفاف، على الاقل كنحس براسي عندي كرامتي. دابا تلفت وما عرفت شنو ندير.